عنده طيارته الخاصة اللي دايما بيظهر فيها وهو قاعد مريح وحاطط رجل على رجل، وجنبه كام روز من الدولارات، وعمره ما فكر يركب طيارات عادية ويقطع تذكرة ويقعد جنب الركاب ولو حتى في فئة رجال الأعمال. ده هو محمد رمضان نمبر 1. فتعالوا معايا أعرفكم لو كانت دي فعلا الطيارة الخاصة بتاعته ولا إيه الحكاية بالظبط. ثروة محمد رمضان نمبر 1 ثروة خرافية عملها بتعبه وشقاه، وبصراحة هو منزه نفسه ومش حارم روحه من أي حاجة، فعنده أسطول عربيات من أحدث الماركات والموديلات، وده لأنه معروف إنه بيحب التميز والاختلاف والخصوصية. وعشان حوار الخصوصية ده عمرنا ما شفناه ركب طيارة من طيارات الشركات وقطع تذكرة زيه زي أي حد، لا ده دايما لما بيحب يسافر بيظهر وهو راكب طيارة خاصة وبيكون مريح فيها، ويا إما نايم يا إما فارد ومرحرح رجليه وجسمه.